السعوديه ردت على كلام ترامب اللي قال فيه ان هو بيحمي الخليج وهم بيدفعوا مقابل الحمايه. السعوديه ردت في 2018 على التصريح ده وقالت المملكه مش هتدفع اي حاجه مقابل الحمايه، اللي بيحمي ارض المملكه هو ابناء شعبها، مفيش اي فضل لاي دوله على امن واستقرار المملكه. بس خطوه كويسه جدا من السعوديه ان هي تكون السبب في رفع العقوبات عن سوريا، وانا سعيد بصراحه لفرحه الشعب السوري. بس لما احذرك واقول لك ان الحدايه ما بتحدفش كتاكيت يبقى انا كده خايف عليك، والفت نظرك ان القرار ده اكيد فيه مصلحه. اولا السعوديه كان لازم تعمل كده، وانا معاها في الخطوه دي عشان تقطع رجلين ايران من المنطقه. يعني السعوديه بتحاول ان هي تمنع اي تواجد ايراني سواء في سوريا سواء هنا سواء هنا. بس لازم برضو تاخد بالك ان الجماعات اللي موجودين في سوريا لازم تتفكك. اللي يمسك زمام الامور في سوريا لازم يكون الشعب، مش حد تابع لتركيا او تابع لامريكا او ايا كان. وترامب اعلن ان السعوديه هتنضم لاتفاقيات ابراهام وسوريا كمان هتنضم. اللي مش عارف ايه هي الاتفاقيات الابراهيميه، المفروض ان امريكا واسرائيل عاملين دين جديد بيوحد اليهود مع المسلمين عشان يكون الدين الجديد ده على هواهم هم. بصوا مش قصتنا دلوقتي، بس اللي بحاول اوصله ليك ان دول ما بيعملوش كده من فراغ. دولتك ممكن تستقر وكل حاجه، بس هتستقر على هواهم هم.